والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منتج مصري. طبعا احنا معانا مجموعة النهاردة سبحان الله، كل حلقة بيتجمع معانا ناس بقدر الله كده، ممكن نكون ما نعرفش بعض، ممكن يكون كل واحد فينا من مكان، لكن نسأل الله ان تجمعنا ده ان شاء الله يكون طاعة لله ان شاء الله، ويكون غنى ويكون سعد لينا في الدنيا وفي الآخرة يا رب. المفروض تبقى دايما تجمع المسلمين، ربنا يجعله يا رب رحمة. نتعرف على ضيفنا اللي معانا في الحلقة دي النهاردة. نتعرف على حضرتك. خالد عطية خالد الجندولي من الفيوم بشوي قرية الجيلاني. تعرف حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى عبد المغني أبو غزيم أبو عمران، المرزق كفر زهران، مركز البدرشين، محافظة الجيزة. ماشي. تعرف حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسر محمد أحمد من الفيوم. أهلا وسهلا. تعرف حضرتك. علاء الدين كرم عبد الحافظ، الباية والصمالوط. ماشي. طبعا دلوقتي احنا عندنا الاربع ضيوف دول. الحاج خالد ده راجل من الفيوم، يعتبر من اكبر العائلات العرب في الفيوم ما شاء الله، من مشايخ العرب وناس نحسبها على خير ملتزمه، وان شاء الله المفروض هو جاي يشترك معانا في موضوع الارض. والحاج مصطفى نفس الترتيب، والاستاذ ياسر نفس الترتيب، والشيخ علاء راجل خبير في الاعشاب انضم لنا عشان خاطر طبعا هو راجل مثلا بيعشق الاعشاب بقاله سنين طويله، فانضم لنا بقاله فتره، بحيث ان يعني انا طبعا ما بعرفش اتعامل في حكايه المورينجا والعلاج دي، يعني يجي لي ناس ربنا شفاها كتير بس ما اعرفش اتعامل معاها، لكن لما يسالوا الشيخ علاء خبير اعشاب يقدر يفهمهم ده كذا وده كذا وده كذا. انا راجل كده يعني ان شاء الله كل شيء ببركه الله سبحانه وتعالى، لكن هم اهل العلم. هنبتدي نتعرف على كل واحد بدايه معرفته معانا ازاي، وجه تعرفنا على ازاي وجه هنا ازاي ان شاء الله. طيب نبدا بالحاج خالد ان شاء الله. والله أنا كنت متابع لقناة الأمجاد، فلقيت الإعلام بتاع الأرض بتاع الفيوم، فأنا من عشاق الأرض الصحراوية يعني. فبدأت اتصلت وردوا عليا، فحصل تواصل بينا، فحبيت إن أطلع على الأرض، وبإذن الله يكون بينا وفاق وبينا عمل خير يعني بإذن الله تعالى يا رب ان شاء الله. كمان اعرفكم ان الحاج خالد انضم لفريق منتج مصري لان راجل خبره في النباتات وعنده اراضي، وهياخد ارض في الارض الجديده، بس هو راجل ما شاء الله يعني حياته كلها. وعلى فكره خريج جامعه، راجل جامعي، مش عشان من مشايخ العرب يعني في الفيوم مش متعلم، لا راجل ما شاء الله مثقف، ربنا يكرمه يا رب ونحسبه ذلك. الحاج مصطفى. الحاج مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سواق ومزارع. اتفرجت على التلفزيون على الأرض، المهم اتصلت على قناة أمجاد. لما اتصلت على قناة أمجاد، الناس لما بسأل الناس قالوا لا ده نصب يا جدعان، الناس دي بتنصب عليكم، الناس دي بتضحك عليكم. قلت لهم لا، انا هجرب، انا لازم اروح. وبعدين اجتمعت اهوت ولقيت الكلام ده صحيح، وان شاء الله لنا زياره يوم الجمعه الجايه نشوف الارض. لا ده هي الجمعه دي، هي الجمعه دي زياره هتروحوا انتم الجمعه الجايه ان شاء الله زياره. احنا بنسجل الحلقه يعني، هنسجل الحلقه هناك على الارض مزروعه، وان شاء الله هنسجل حاجه باذن الله. يا رب ان شاء الله. بعد ما تمضي العقد تيجي تقول للناس انا مضيت ان شاء الله. بعد ما نمضي العقد وكل حاجه صحيحه، ما يطلعش حاجه نصب، نيجي نقول انا مضيت واعرف الناس. وانا راجل ان شاء الله عادي خالص. طب ربنا يخليك. اوعى ما تمضيش العقد عشان ازعل منك. ان شاء الله نمضي العقد. بس ما ناس كتير كانت بتخوفني وانا جاي، يقولوا لا ده بيضحك عليكم بينصب عليكم. انا قلت لهم يعني هروح، لازم اروح. لازم اروح، انا اتاكد من الموضوع ده. المهم الحمد لله جينا قناه امجاد، والحمد لله طلع كل حاجه صحيحه، ولنا زرع في الارض الجمعه دهيت اللي جايه دي ان شاء الله، وربنا يقدم ما فيه الخير باذن الله. ان شاء الله ما تقلقش، هيطلع كلامه صح ما تخافش ان شاء الله. ماشي. اخ ياسر. انا متابع برضو الشركه من زمان، من ساعه ما كانت بتوزع الفدان ايام الحافظ، ايام قناه الحافظ. وكنت يعني اتمنى ان انا اتوفق وابيع بيتي ما خدتش في العنونه في المنيا خلاص؟ لا انا شفت طبعا، تابعت الارض بتاعت المنيا، وكانت ارض جميله برضه وانا شفتها. والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا يعني ان انا صرفت في فلوس، وان شاء الله اخد ارض ونتعاون مع بعض ان شاء الله. تاخد ارض فين بقى؟ في الفيوم مش كده؟ في الفيوم ان شاء الله. وشو على حظك انت ساكن في الفيوم صح؟ ايوه الحمد لله رب العالمين. طب الشيخ علاء، موضوع خالص بعيد عن الارض اللي هو موضوع عشان احنا نزرع مورينجا طبعا. فعايزين ناخد فكره من حضرتك ايه فوائد المورينجا، عشان بعد ما تتكلم هنتفرج على تقرير المورينجا. طبعا يعني ربنا يجعلنا مصادقين يا رب. اتفضل. بفضل الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للمورينجا دي بالذات، يعني هو في كل نبات فيه اكتر من 2000 ماده. المورينجا المواد اللي فيها متكامله، لذلك ممكن تستخدمها في اي حاجه. ازاي في اي حاجه؟ يعني لو جبنا مثلا 100 جرام بذور مورينجا نصحنها
جنب عسل النحل، ياخد معلقه صغيره على الريق، بتقوي بفضل الله سبحانه وتعالى، تقوي الذاكره وتفتح الشهيه وبتنشط خلايا المخ. دي 100 جرام مثلا من في حضرتك ممكن لو واحد واخد برد في ايام الشتاء دي ياخد معلقتين بودره من الورق، ده البذور اهو، ياخد معلقتين بودره من الورق، يحطها في ميه مغليه ويستنشق منها كده، يحاول يستنشق البخار، يشمها بس، يشمها بس لمده بس 10 دقائق ربع ساعه. يكون تاني يوم من الانفلونزا او ثالث يوم او اول يوم كده بفضل الله سبحانه وتعالى يحس بنتائج عاديه، الى جانب يتجنب المثلجات ويدفي نفسه كويس، يلاحظ نتائج سريعه بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه كمان تستخدمها حضرتك، ممكن تتعمل بها لبخه. لو واحد عنده كسر بتجيب حضرتك مثلا برضه معلقتين من المورينجا بودره من ورق المورينجا وتضيفهم لبطين بلدي، وممكن معاهم معلقه دقيق وتربهم كده وتفرشهم على شاشه وتحط على الشاشه، على اللي فرشته على الشاشه دي شاشه تاني اللي هو الشرخ او تشعيره، تشعيره او كسر خفيف، وتيجي لافف بيه الكسر بس ما يضغطش جو على اللحم لان بيبقى فيه ورم، يعمل حساب الورم وكده، الكسر على طول بيحدث بعديه ورم لان ده بيبقى جبس رباني من قبل الله. فبيلف الشاش بالتلبينه اللي عملها دي، بالترتيب اللي عمله ده على التشعير او الكسر، وممكن يسيبه 21 يوم، ممكن يسيبه شهر، بفضل الله يفكه بعد كده يلقاه تمام التمام. وممكن يعمل اشعه عليه بعد حوالي 15 يوم، هيلاقي ان في بدا تلاحم، وبدا التلاحم في العظام نفسها، وبدا الكسر ياخد نمو. طب لو الكسر اتحرك من مكانه؟ لا، لو اتحرك من مكانه ده يبقى عايز زي شرايح وكده، يبقى ده كسر كبير شويه، ده عايز شرايح. ممكن حضرتك تستخدمها في التخسيس، ممكن تستخدمها في حاجات كتيره بفضل الله سبحانه وتعالى. طب الحمد لله. انا طبعا دي حاجات معلومات، ان شاء الله شيخ علاء يبقى في فريق منتج مصري، كل اللي عيان ومحتاج اي علاج سواء مورينجا او غيره العمليات دي خدمه لاخواتنا المسلمين ان شاء الله. الشيخ علاء يبقى متوليها، يتصلوا بينا وان شاء الله هيعملها لكم، وهو اتفق معانا النهارده ان هيبقى معانا ان شاء الله، زي ما الشيخ او الحاج خالد ان شاء الله لسه النهارده متفقين معاه ان هو يحط خبرته في خدمه ايه بعد ما ياخد الارض كمان في اللي احنا بنوزعها دي، لان هو من اهل المنطقه وهو هناك عارف التعامل ازاي وعارف ايه اللي كويس وايه اللي وحش، ما شاء الله مخضرم، فهينضم لينا ان شاء الله. ويبقى بعد كده ان شاء الله هنعمل مشوره، كل الناس اللي تعقد على الارض سواء في يوسف الصديق او سواء في وادي الريان او في الارض بتاعت العادة بتاعتنا، هيعملوا مشوره وهيتجمعوا كلهم، بحيث كلنا نتعلم ازاي يا اخوانا ربنا يمن علينا ونبقى كلنا اهل مشوره ونبقى يد واحده زي الجمعيه ان شاء الله. ربنا يجعل فيها اخلاص وما نغشش حد، ولا من فضل الله حد ينضر من تحت راسنا ايا كان مسلم او غير مسلم، المهم نحافظ على بعض لله. نتفرج على التقرير ان شاء الله الخاص بالمورينجا. يا اخوانا مسمينها شجره المعجزه في امريكا. دي ابحاث علميه، لما الناس العلماء يقولوا دي شجره معجزه واحنا مش منتشره في مصر، يبقى العيب مش عندهم، العيب عندنا احنا. فان شاء الله عشان كده اتحركنا وبدانا نزرعها، واحنا قلنا ده اسمه الاقتصاد القومي الزراعي. لما الناس كانت بتستلم ارض في العالمين كانت خايفه، وبعد ما استلموا فرحوا وجمدوا قلبهم، بعدها دخلوا في المنيا استلموا وفرحوا، ودلوقتي احنا في الفيوم. يا اخوانا ما حدش يتاخر، لا تتاخر في العلاج ولا تتاخر في انك تعمل مستقبل. هقول لكم على حاجات جميله بعد ما نشوف تقرير المورينجا ان شاء الله خاصه بالارض، وكلها مفاجآت ربنا يجعلها صدقه، واحنا ما بنحبش نقول الحاجه غير لما نتاكد منها، عشان ما ينفعش المسلم يقول حاجه مش صح، المسلم ما يعملش كده. نتفرج على تقرير المورينجا ونرجع نتكلم تاني ان شاء الله. فوالدتي جابت نبات المورينجا، اتصلت بالشركة وبعتوا لها واستخدمته تقريبا شهر. عندها كان عشاشة عظام، عندها سكر، عندها ضغط، عندها بعض الحساسية، بعد جلدها من الحساسية بيسمر شوية كده، حسينا بتحسن في وجهها، خست شوية بقت بعشاشة العظام، كانت مستمرة على إبر معينة، بدأت تبطل منها أو تاخد برشام مسكن، بدل ما كانت تاخد كل يوم بدأت تاخد مثلا كل 3-4 أيام. عندها ضغط كان بصفة مستمرة بيعلى، وخدت علاج كتير بالنسبة للضغط يعني، والحمد لله رب العالمين. جيت أنا لما سمعت على موضوع المورينجا ده، بذور المورينجا، طبعا الحمد لله رب العالمين جيت خدت البذور دي واديتها البذور ومشيت عليها لمدة 3 شهور، بفضل الله تعالى شفيت تماما من المورينجا،
من البذور بتاعت المورينجا، يعني كانت سبب يعني في شفاء، شافه الله سبحانه وتعالى. وكان عندها برضه بتعاني من آلام في الركبة، فالحمد لله رب العالمين برضه الآلام اختفت خالص، ما بقاش تجيلها. مع العلم انا كنت عملت عليها حجامه وكانت بتخف برضه، ولكن بعد ما خدت البذور دي فوجئت ان الالم ده ما بقاش يرجع تاني. يعني كان بعد الحجامه كان بيرجع، يعني كانت بتخف وكويس، بس كان بيرجع تاني الالم، وكان بيرجع رهيب جدا. ولكن بعد البذور بفضل الله تعالى يعني، وبإرادة ربنا سبحانه وتعالى وبكرم ربنا سبحانه وتعالى، تم الشفاء النهائي من الالم. اتفرجت على برنامج منتج مصري وسمعت عن نبات المورينجا، فدخلت على النت وقريت عنه وشفت التفاصيل وفوائده الكتيرة اللي موجودة فيه، ورحت اشتريت جرعة من الشركة وبعدين خدتها بانتظار. بعد ما خدتها بحوالي أسبوع بدأت أحلل، وأنا عندي السكر من حوالي 15 سنة، وأنا بعد ما حللت لقيت النتيجة تحليل كان بيتراوح من بين 110 ل 120 3 مرات تحليل من بعد أسبوع بالظبط من بعد ما خدت نبات المورينجا، اللي هو مرتين صباحا، مرة الصبح ومرة قبل النوم. فبدعوا كل الناس يجربوا النبات الطبيعي ده اللي هو مفيهوش كيماويات وياخدوه. اللي عنده، انا عندي السكر من حوالي 15 سنة، وبعدين بدأ بعد اسبوع لقيت السكر بينزل، بدأت اقلل جزء من كمية من دواء السكر الكيماوي ده. وعايز الناس اللي هياخد المورينجا ما يتركش العلاج الكيماوي خالص، يفضل محافظ عليه عشان ما يأثرش عليه. عليه الصلاة والسلام بيقول خير النبات نبات الأرض ويداوي الأمراض، والحمد لله نحمد ربنا، الحمد لله في تقدم مستمر أو أكثر من سنة ونص كنت تعبان، فالحمد لله دلوقتي في خلال شهرين أنا استريحت جدا جدا على المورينجا. استعملت المورينجا عشان عندي السكر بقالي 12 سنة، فطبعا مادة الأنسولين باخد حقن على طول، كنت باخد 50 الصبح و50 و25 بالليل. حاليا دلوقتي الحمد لله بقيت اخد 30 و15 بالليل، 15 واحد، فممتازة ممتازة. باخد كوباية قبل الفطار وقبل ما انام باخد كوباية تانية، فبصراحة جميلة جدا جدا. وانا على طول باجي المركز هنا اشتري على طول المنتج ده، منتج جميل. دي نتائج المورينجا، ربنا يخفف آلام كل المسلمين يا رب، ونسأل الله الشفاء. نخش بقى في موضوع الأرض. طبعا نسأل الله أن يكون يعني مستقبل والناس تبقى فيها العش وقف لله، بعد ما يموت يعرف قيمة اللي هو عمله، وكمان عياله يدعوا له، لأن إن شاء الله يا أخوانا موضوع الأرض ده ربنا يجعله خير ومستقبل، لأن إحنا عندنا قيمة الجنيه في بلدنا بتقل، وطبعا أنتوا عارفين الحالة. فطالما الجنيه بيقل يبقى لو معاك 100,000 يتحول قيمتهم ل 10,000، وهم مكتوبين 100,000 في البنك أو ضغط، لكن قيمتهم الفعلية بتقل. ليه؟ لأن أنت طالما الاقتصاد ما بيعلاش أنت بتخسر. الحاجة الوحيدة اللي ما بتخسرش هي الأرض. طب ما بالك؟ هقول لكم على مفاجأة أنا اتفقت عليها مع الشيخ أحمد في أرض وادي الريان. النهارده الناس هنشوف إن إحنا مش كنا هنزرع 700 شجرة مورينجا مثلا في الفدان، لكن اتفقت قلت له طب لو إحنا عايزين نفيد الناس نعمل إيه تاني؟ قال لي ممكن نزرع رمان امريكاني 500 شجره، بيحمل الشجره حوالي 30 كيلو، يعني 15 طن، وده غالي وده مش عارف ايه، يجوز تتزرع؟ قال اه. قلت له خلاص. قال لي بس هتكلفنا. قلت له مش مهم، اهم حاجه عندنا ان الناس يعني تحصد خير كتير. ابني سمعه قبل ما تبني ايه فلوس، لان السمعه تقعد حتى بعد ما تموت، وهتجيب لك فلوس برضه اضعاف ما انت متخيل، لان احنا في زمن الامان فيه بقى الناس بقت يعني الامان بقى عمله صعبه. فتخيل لما مثلا ربنا يمن عليك ناس تسلم مشروع واثنين وثلاثه وتحس بالامان، صدقني هنكسب ان شاء الله، وهتلاقي دنيا واخره ان شاء الله. فنرجع نتكلم مع ضيوفنا ونسالهم. حاج خالد، يعني انت كده عشان تاخد موضوع ارض الفيوم، اللي حفزك قرب الارض ولا ان الارض مربحه ولا ايه بالظبط؟
والله أنا عملت دراسة مع نفسي في حياتي يعني. أنا برضو فلاح وابن فلاح. لقيت أفضل مشروع في الحياة هي الأرض. لا تقول لي بقى تجارة، أعلى حاجة في التجارة في الاستثمار، سواء الأرض دي زرعت ما زرعتش، لكن تكون قريبة من الطرق ومتوفر فيها المية. فلقيت أفضل مشروع في الوقت الحالي وفي الماضي. يعني يذكرني حديث عن سيدنا الزبير بن العوام. كان رجل أمين رضي الله عنه والمبشرين بالجنة. كان الناس بتسيب عنده الأمانات بتاعتهم، فكان ياخد الأمانة يرميها في أرض، ياخد الأمانة يحطها في أرض على طول. حسبنا له غابات في دمشق وفي البصرة وفي مكة وبيوت أو ديار طبعا تضاعفت. من 1400 سنة كانت الغابات أو الأراضي والعقارات بتتضاعف وما زال وسيظل للمستقبل يعني. فأفضل مشروع هي الأرض. حسبنا لسيدنا الزبير بن العوام مليار وكسور دينار. شوف الدينار يسوي كام ذهب، كام جنيه حاليا يعني. وعن خبرة شخصية أنا اشتريت أرض بعد سنة بعتها مضاعفة. يعني مثلا لو اشتريت الفدان ب10 جنيه ممكن أبيعه ب20 جنيه مثلا يعني. فبنصح نفسي أولا الاتجاه للأرض بشروط صحة الورق وتوافر المياه، الشرطين دول زي ما قلنا. وانصح أي شاب وبنصح أي شاب مصري يتجه للأرض ويتجه للصحراء. احنا عندنا كنز في مصر، عندنا كنز اسمه الأرض الصحراوية. الحمد لله ان انا لفيت، رحت المنيا، رحت جنوب سيناء، رحت سيوة، رحت النطرون، رحت الخطبة. فلما لقيت في الفيوم قلت خلاص دي بلدي وقريبة مني. والحمد لله يعني ان احنا عرب. الفيوم معظمها عرب. معظم العرب اللي في الفيوم يعتبروا ولاد عمي يعني. القبيلة بتاعتنا اسمها ولاد حمد يعني. العيلة كبيرة عيلة كبيرة عارفها. ولاد حمد حرابي. الحرابي ماسكين الشط بتاع البركة كله الجنب البحري، والسملوس والقطعان، كل القبائل عندنا عارفين بعضيهم. فناحية برضو شراء الأرض عندنا فيه أمان. كل قبيلة لها شيخ معروف. بالنسبة للمشاكل، أنا بالنسبة لي أنا كشخص ما عنديش أي مشاكل في شراء الأرض من أي حد. وقبل ما هشتريها أو قبل ما بشتريها لازم أقعد وأعرف مصدرها كويس جدا. وبلاقي اللي بيشتري لي بقول له أنت تعرف فلان أو فلان أو فلان عن طريق فلان، بقعد معاه وأقول له ابن عمك هيبيع لي كذا على أمانتك على أمانتك. فعنديش أي مشاكل خالص. ولقيتها أفضل مشروع هي الأرض الزراعية. وانت مكمل معانا ولا مش مكمل ان شاء الله؟ لا مكمل باذن الله تعالى. وان شاء الله هنكون مع بعض. انا شغال في النباتات الطبيه، شغال تخصصي حاجه اسمها شيح بابونك. الفدان بيعمل كام مكسب بقى بصراحه؟ الكموميل يعني. من غير حسد كده الفدان بيعمل مكسب كام؟ فدان الشيح فدان الشيح بيوفر في المتوسط ما بين نص طن لطن الا ربع مجفف. الطن بيتراوح مثلا حسب السوق طبعا والعرض والطلب. في سنين الطن بيبقى ب15,000، وفي سنين بيبقى ب25,000، وفي سنين الطن بيصل 30,000. الحمد لله بورد شركة رويال للأعشاب، وبورد شركة دولية في العبور، وبورد لسيكم، وكنت بورد لشركة امتنان. يعني الفدان يعمل لك أرباح كام مثلا كده؟ الفدان هو عموما ما بيأخرش، بيقعد يعني فترة الزراعة دي بسيطة. بتاع 4 4 شهور يعمل لك أرباح في ال4 شهور كام؟ ممكن يوفر من 5 ل 6,000 جنيه صافي بعد العمالة وبعد الجني بتاعه وبعد المصاريف. هو مش مكلف يعني. وفي أي أرض بينجح. وخاصة لو كان حيوي أورجانيك يعني مش مرشوش، ما فيش مبيدات. وتزرع 8 شهور بقى زراعة تانية. تزرع بعديه الزراعة العادية. تكسب بقى فيها فرض. طب بالنسبة للحاج مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قبل ما أجي قناة أمجاد صليت ركعتين استخارة. لقيت اللي أنا شايف خير بيني وبين الله. نعم. قلت يا ولد لا ماليش دعوه بالناس اللي بتقول لك في نصب، في العرب ياخدوها منك بياخدوها منك. لا لما جيت القناه هنا انت قلت حضرتك بالنسبه للارض هتاخد باوراق وبصك، ما فيش حد هيقدر ياخد منك اي حاجه. عشان كده يعني جيت قلت اعمل مستقبل لاولادي
بالنسبه للارض ليا ولاولادي، وبالذات لما انت قلت العشر صدقه وقف لله. وقف لله. قلت بقى تبقى خير برضه ليا ولاولادي. وعند الله نحمد الله ونشكر فضله، عند اولاده كلهم صالحين، والباقي كله الحمد لله الحمد لله، نحمد الله ويحفظ القران، ونحمد الله من اسره طيبه الحمد لله. ربنا يكرمك يا حاج مصطفى، وربنا يجعل اهل الارض ارض تبقى خير ليك ولولادك ان شاء الله. خير لنا وللكل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. استاذ ياسر. والله انا عاوز اطلع من الزحمه. عايش في مكان رايق. مفيش تلوث في الهواء، مفيش تلوث سمعي، مفيش تلوث بصري. يعني عايز اربي ابني بحريه شويه. نفسك تبقى رايح العزبه زي الباشوات بتوع زمان؟ الحمد لله. انا ان شاء الله هقيم هناك، مش هروح واجي. يعني انا ان شاء الله هقيم في تقعد هناك؟ أيوة هي على الاسفلت اصلا وفيها كهرباء وميه وكل حاجه. ايوه ان شاء الله باذن الله. وحضرتك في 100 متر مسرحين لها مباني على الارض الفدان. أيوة. حلوه برضه ان شاء الله. طب خدنا مثلا 5 فدادين، تبقى ضفرنا 500 متر فوق. 500 متر 500 متر ب5 فدادين. تبقى نبنوهم على بعض ولا كل فدان بقى 100 متر؟ زي ما انت عايز. لا بيبقى حته واحده مجمعه على الترعه على طول على الاسفلت ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. شيخ علاء، اتفضل حضرتك. تفتكر زراعه المورينجا افضل ولا زراعه الرمان، ولا الاثنين مع بعض في الارض الواحده؟ هو النبات لما بيكون وحديه في الارض، زي مثلا نبات العنب لما يبقى وحديه وما فيش نباتات معاه ويزيجي ميه على المطلوب، بيدي لك جلوكوز عالي جدا ومواد عاليه جدا. المورينجا لو بقت وحديها بتدي عناصر عاليه جدا. يعني انا بقول لحضرتك ان نبات المورينجا في ما يقرب من 2000 ماده. في الجهاز الهضمي كل عضو بيفرز هرمون معين. الهرمون ده في غدد. الهرمون ده لو تضاعف العضو بيتضاعف، مثلا زي البنكرياس لما بيفرز ماده الزلكزين والسيماتين تحول الهرمون الانسولين. دول بيحصل تلبك طعام، تخمه، افراط في الاكل، فبيتضاعف ما يبقاش فيه انسولين. فهنا المواد اللي في المورينجا بتقوي الغدد من بدايه الفم، او بدايه الجهاز الهضمي بيبدا من الفم والبلعوم والمريء والمعده. يعني مثلا لو قلنا بالنسبه للوزتين، اللوزتين دي بتفرز اخلاط موجوده في الجسم مطلوب اخراجها، ان هي تخرج. خلط بلغمي او خلط صفراوي لازم يخرج من الجسم. لو قلناه بالبلدي كده خلط مسمم الجسم في غير حاجه اليه، محتاج ان هو يخرجه بره الجسم. فهنا لو خد مضاد حيوي بينشف الغدد دي ودي مكتوم في الجسم. بعد فتره لو المريض ده بعد شهر او 2 يلاقي اللوز رجعت له تاني، ياخد مضاد حيوي يلاقيها رجعت له تاني. هنا بقى حضرتك لو واحد عنده اللوز اديلها يوم او 2 ما ياخدش مضاد حيوي، يجيب منديل ويجيب ورق مورينجا بودره بيغليه في الميه ويطلعه بعد الغليان زي التفل بتاع الشاي كده وهو سخن، يحطه على المنديل ويروح رابطه على اللوزتين هنا كده وينام. ده حضرتك هيقوم الصبح ويعمل الكلام ده ويشوفه لا مؤاخذه هيتنخم ويدل دمه وحاجات كده تخرجها اللوزتين، ويقعد ما يقرب من 1 أو 2 سنين لو شاف موضوع اللوز تاني، ويجرب الكلام ده علني. يعني يجرب على الكلام ده على ضمانة الكلام ده، ويجرب الكلام ده ويتصل بينا. خلاص. يكون تاني يوم من اللوز او من 3 يوم، وزي ما وصفت لحضرتك التفل بتاع المورينجا يحطه في منديل ويروح رابطه حضرتك على الزور كده. طب يا اخوانا الكلام ده ان شاء الله على ضمانة الشيخ علاء، وهو راجل خبير اعشاب. اتصلوا بينا وان شاء الله كل حد ما عندوش قدره ان شاء الله ربنا ييسر يتصل، وان شاء الله توصلك المورينجا وكل الحاجات دي، وبالتليفون هيوصف لك اي علاج واي مرض ان شاء الله. شيخ علاء نتفرج على تقرير الارض ان شاء الله اللي الناس الطيبين دي هتاخدها، وفي ناس مضت عقدها. يا رب تكون حاجه تفرح الناس. زي ما قلت لكم الارض واخدين من ترعه اسمها بحر الغرق، وفي ترعه رئيسيه الهيئه عاملاها للناس لسه بتقفل فيها عشان تخش فيها الميه، فهيبقى عندنا ميه من الترعه القديمه وميه من الترعه الجديده، والارض على الترعه وبعد منها الاسفلت. فالمكان موقع جميل جدا يا اخوانا. انا اتعودت بخش ارض غير على الاسفلت. تاني حاجه ان الارض ان شاء الله ملفها في الهيئه هيستلموا الشعار عن بعد، هتروح تدفع فلوس وهتدفع 1000 جنيه وتتملكوا الفدان. فان شاء الله الارض هتبقى ملكك وهتستلمها مزروعه. حلم يا اخوانا ربنا يجعله صدق ان شاء الله. النهارده الجمعه يعني يعتبر الجمعه 6:15، الناس شافت الارض في الرحله. كان نفسي اصور لكم تصوير مباشر لكن طبعا ما ينفعش. لكن الجمعه اللي جايه ان شاء الله هتشوفوا الناس رايها ايه اللي راحت. الاعداد دي كلها رايها ايه؟ بالصدق. زي ما بيقولوا اللي خد عدى يا اخوانا. كان زمان
يقول لك اللي مش كان مره السادات قال اللي مش هيعمل في عصر، يعني طبعا كلام على كل حاجه بايد ربنا مش بايد حد، بس قال لك اللي هو فعلا الناس اللي عملت نجحت في الايام دي فضلت هي البشوات اللي معاها الفلوس. ودلوقتي البلد اقتصاديا انتوا كلكم عارفين حالتها، وعارفين ان قيمه الجنيه بتقل وكل حاجه بتغلى. اللي مش هيعرف يا اخوانا يقف على رجليه ويحاول ياخد ارض يعمل مستقبل عياله ويفكر صح يا اخوانا، اكيد مش هيبقى مبسوط. نشوف تقرير الارض ويرجع تاني ان شاء الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. الله الله يا رسول الله يا رسول الله الله الله. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. الله الله يا رسول الله يا رسول الله الله الله. هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. كل واحد بيحلم بالعزبة وحتة من الجنة في الأرض تبقى ليه، وإحنا إن شاء الله مش بنحلم بس، إحنا بنسعى. وكل إنسان عنده خبرة وعنده فكر وعنده معلومة تفيد الناس هيبقى معانا. طبعا إحنا خدنا الجنيه اللي كنا خدناها من رئيس الحي دي عشان تبقى الاجتماع كل شهر. كل شهر يبقى عندنا اجتماع بعد ما الأرض تتزرع، برضه هنتجمع كلنا ونتشاور نعمل إيه؟ المكان ده يعلى ويكبر إزاي؟ المكان ده يبقى حتة من الجنة إزاي؟ هتبقوا انتوا اصحاب المشوره واصحاب الارض. منتج مصري انتوا اصحابه، والارض بتاعتكم كلكم مش بتاعتي انا لوحدي. والشركه كمان الاسلاميه بتاعتكم. لان خلاص كلكم هتتعلموا زي ما انا اتعلمت، وكله هيبقى فاهم. في الاخر هنلاقي نفسنا فريق، والفكر ينتشر، والاقتصاد القومي الزراعي يبقى حقيقه. كنا بنسمع كلام كبير قوي من الناس، اسمع من الناس المسؤولين ومن الدنيا بحالها كلام يخض، احس ان مصر دي في خلال ايام هتبقى ايه؟ لكن كلام. اصعب حاجه ان الكلام يتحول لفعل. عشان كده خدنا عهد على نفسنا ما نتكلمش على حاجه غير اللي نعملها، عشان ما نبقاش بتوع كلام زي ما بيقولوا. لما تروحوا ان شاء الله الحلقه اللي جايه هتشوفوا الناس رايها في الارض عامل ازاي. ان شاء الله ربنا يسعد اللي خد، واللي ما خدش ربنا يكرمه وياخد بعدين ان شاء الله، ويبقى له حته في بلده ملك، ويبقى صاحب ملك وصاحب مصدر دخل. لان كل مشروع دلوقتي في بلدنا يعتبر انضرب. اي صاحب اي مشروع الحال وقف، مفيش حركه والاقتصاد منهار. لكن الحاجه الوحيده اللي اصلا ما بتخسرش الاكل والشرب، هو اللي سعره غلي، والدواء، دول الاثنين سعرهم ارتفع. كل حاجه فيهم غلي. فاللي بقى عنده ارض بقى بيكسب، لانه بيزرع اكل وكمان بيزرع علاج، فبقى هو الكسبان بعد ما كان اكتر واحد يعني بيشتكي هو الفلاح.
دلوقتي بقى الاعيان والبشوات هم اصحاب الارض. بيتهيألي اللي ما يفكرش كده هو حر. ولا ايه رايك يا حاج؟ كلام جميل، وانا بنصح نفسي اولا وبنصح كل شاب يتجه لموضوع الارض الصحراويه، وبنصح تجار النباتات الطبيه عموما يعني. والكلام ده هم عارفينه كويس، لان الارض الصحراويه وخاصه البكر ما فيهاش مبيدات نهائيا. شرط الحيوي انه ما يكونش الزرع قبل كده، او يكون حتى لو الزرع وترش يقعد سنتين عشان المبيد ينتهي او يتكسر من التربه. فانت من غير ما تفكر، بنصح التجار اللي هم زملائي تجار النباتات الطبيه بالاتجاه للصحراء. وبالفعل هو في الايام الاخيره معظم تجار النباتات الطبيه اتجهوا للصحراء لزراعه النعناع، بالذات النعناع الفلفلي والنعناع البلدي. طبعا الحاجات دي مطلوبه جدا، واللي عايز يجي يزرع معانا انا مسؤول عن تسويق المنتج. اللي عايز يجي يزرع معانا نباتات طبيه في الصحراء باذن الله، النعناع البلدي والنعناع الفلفلي وشيح البابونج، انا مسؤول باذن الله تعالى عن تسويق المنتج بتاعه، بشرط انه ما يرشش اي مبيد نهائي. في بعض المبيدات الاورجانيك اللي هي الحيوي انا هوفرها ليه باذن الله تعالى. اي واحد عايز يزرع من التجار، بالذات تجار النباتات الطبيه اللي عندهم مشاكل في التحاليل، يجي يزرع معانا ما دام الارض متوفره والميه بفضل الله متوفره. وبالنسبه للتسويق باذن الله هكون مسؤول عنه يعني. ربنا يكرمك يا خالد باذن الله. حاج مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول ما اتفرجت على القناه الشيخ ايهاب اللي هو حضرتك اتشوقت لكلامك قوي. ربنا يكرمك. وقلت لازم نحضر نروح القناه ونجرب موضوع الارض ده، لان الحمد لله في مكسب ليا ولاولادي، وربنا ان شاء الله يقدم بما فيه الخير للكل. انا قلت بقى يعني ازرع، يعني شغال سواق بقالي مسافه جامده، بزرع حته بسيطه عندي. لقيت الزرع الحمد لله يعني كويس، بيدي روح حلوه وبيدي صحه حلوه. قلت نجرب موضوع الزرع ده. ان شاء الله ربنا يقدم فيه الخير وليا ولاولادي، وان شاء الله ناخد الارض ان شاء الله باذن الله ببركه ربنا باذن الله، وربنا يقدم في الخير للكل ان شاء الله. مين اللي مشجعك بقى، الزوجه ولا الاولاد؟ اللي بيشجعني كله. لا والله. والله. طب مين اللي بيوقف في المراكب وبيقول لك ما تعملش وكذا وحاجه؟ لا، ده الناس اللي في الشارع لما بقول لواحد معاهم فلوس ولا معاهمش؟ نعم. اللي بيقول لك كده حالته الماديه عامله ازاي؟ معقوله يعني ماشي، يعني هو ماشي حالته يعني الماديه تحس ان هو بيحبك؟ لا، انا في كتير شرط فيها ناس لما حاجات لما يقولوا مشهور فيها ناس كتيره يقول لك لا ده مش هتنفع وكده. لما الواحد يتوكل على الله ويشترك على استخاره ربنا سبحانه وتعالى مش هينسى حد. انا بنصحك ما تاخدش ارض يا مصطفى. ان شاء الله. ان شاء الله ناخد. استاذ ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا والله مش يعني ما عنديش حاجه معينه في الزراعه، عشان ما بفهمش فيها حاجه اصلا. بس يعني اللي يستعين بالله ربنا بيعينه، ما يسيبوش. ايوه طبعا، ونعم بالله. فانا ما عنديش خبره خالص، بس عايز اشتغل في شغلانه حلال. واظن الزرع احل حاجه. بس شوف الواد ابن ادم هو بيتمرجح على المرجحه، مش عايز تخلي ابنك يبقى له مرجحه كده في الارض؟ ان شاء الله باذن الله. ولا انت اللي هتقعد عليها؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا وهو نعمل له مرجحه شغاله. اتفضل حضرتك. طبعا احنا قلنا هنزرع رمان ومورينجا. تفتكر الحاجات دي فيها فايده؟ الرمان حضرتك انا هقول لحضرتك حاجه، اغلبيه الامراض اساسها من الدم. اي تلوثات في الدم. الرمان بينقي الدم. بس ازاي؟ في واحد ياكل رمانه بعد الاكل او يوم كده ياكلها يقول الدم ما تنقاش، لا ده يفطر برمان. يفطر؟ يجيب حبيتين رمان كبار كده، وطبعا يفتحهم. حبيتين ده يجي له تخمه شغاله كتير. حبيتين نص كيلو. نص كيلو بقى. ويحط عليه شويه ميه وشويه سكر، وده يبقى الفطار بتاعه. يواظب على كده شهر. بتقوي كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء. لو عنده صديد قبل الشهر يحلل. لو عنده صديد او في ناس بيبقى عندها زلال في الدم، او نسبه املاح او ايونات او ترسبات، او في تعب في الكعب او حرجان في الرجل من تحت بطن الرجل،
ده ترسيب ايونات من الاكل. يحلل الكلام ده قبل ما يبدا بكده بشهر، ويستمر كده شهر، كل يوم الصبح يا نص كيلو يا على قدر ما يستطيع. ما ياكلش بعديها غير بعد 5-6 ساعات يبتدي يخش على وجبه الغداء. ده حضرتك يحلل بعدها بشهر، لو وجد نسبه زلال او املاح او صديد يتصل علينا ويقول الكلام اللي انتوا قلتوه ده مش صحيح. طب في انتظار اتصالاتكم للشيخ علاء ان شاء الله. ان شاء الله. ويا اخوانا الكلام ده صدق، لان الشيخ علاء راجل ربنا يجعله ملتزم ان شاء الله. الجماعه دول رايحين معانا، هنوريكم نموذج من الفدان. اول فدان اتزرع على الاسفلت من الارض، مزروع فيه مورينجا مثلا ومزروع فيه رمان، والناس دي هتحضر. فقعدت افكر ناكل الناس ايه. الكلام ده هيحصل النهارده يوم الجمعه، يوم الحلقه دي بيحصل يعني، بس طبعا عشان دي بنسجل قبلها، لكن مش عاملين بس مباشر. فالمهم قلنا نعمل المورينجا نعملها زي الملوخيه، زيت وفصين ثوم وناكلها. احنا هنزرع مورينجا ورمان، وهنجيب الرمان الامريكاني ده، فالناس هتروح معانا ان شاء الله تاكل مثلا مورينجا زي الملوخيه وتقول طعمها، شوف طعمها ايه، وتاكل مثلا رمان، ما هو ارضك مزروع فيها رمان ومورينجا، ونحط صندوقين بتوع مثلا او كذا صندوق مثلا بتاع خلايا نحل، بحيث عندك زهور المورينجا وزهور الرمان، النحل ياكل منها ويجيب لك عسل. فتخيل لو ارضك بتطلع 3 حاجات، مورينجا شفاء وعلاج واكل زي الملوخيه، وجبه الشفاء اسمها، وبتحلي برمان، وكمان تقوم محلي بعسل طبيعي، تحس صحتك عامله ازاي. لو ما فيش في ارضك غير كده وشربت شويه الميه انت كده بومب. بس طبعا مش معقول هتاكل مساحه فدان انت لك يعني، ده جزء والباقي هتبيعه. فتخيل كل واحد فينا زرع اكله وبقى صاحب ارضه، تبقى ايه؟ ده كان حلمي من الاول، ما كنتش بتكلم عن الحاجه غير لما تحصل، لان كنت بخاف، لان قلت حاجه وما عملتهاش تبقى مشكله. المنافق هو اللي يقول وما يعملش، او يقول ويكذب، فكنا بنخاف. يا رب ان شاء الله الحلقه الجايه تشوفوا حاجات تفرحكم، وتشوفوا الاخوه اللي راحوا خدوا الارض وتعاقدوا. يعني انا مثلا عندي تعاقدات مثلا اقل من 70 فدان والمساحه 200 فدان، فاللي هيبقى باقي مثلا حاجه بسيطه. فاتمنى من الله يا رب النموذج ده بعد ما الارض تتزرع والناس تاخدها وبعد ما تتعاقد تشوفوا فرحه الناس، والناس على مدى تدعي لنا. حتى الواحد يعني مش خد الارض وربنا كرمه ويدعي لك، لا، لما يجي يموت يعرف قيمه اللي عمله، لان بقى لا عشر الارض صدقه جاريه ليه في الاخره وصدقه دايمه. كم واحد مات وما عملش صدقه جاريه؟ كم واحد ما تملكش في بلد وارض؟ كان دايما كل الناس بتهتم بالطبقات اللي معاها الفلوس، لكن الطبقات البسيطه والطبقات اللي زينا الشعبيه ما حدش كان بيهتم بيها. علشان كده احنا لما بدانا في منتج مصر ضوأنا على طبقات اللي هي ما تكلفش حاجات بملاليم وتبقى اصحاب املاك. فيمكن ده السبب، ان هي فكره عاديه، لكن ده اللي السبب ان الفكره ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينجحها. وزي ما بيقولوا اللي فيها لله ما تغرقش، ان شاء الله مش هتغرق، انه تنجح ان شاء الله. ونشوف نموذج اتمنى ان شاء الله يطبق في كل مصر. هنسال كل واحد سؤال، لو احنا لقينا اللي احنا قلنا عليه ده طلع صح، ولقيت الورق اللي اتملك راح دفع 1000 جنيه في الهيئه او استشاره عن بعد دفعها، وبقى عنده ارض ملك في البلد باسمه، وليه ارض حتى لو فدان، وليه حته بيت، وبنى له حته مسجد، وبقى ديها مصدر دخله، حتى يا رب تعمل له 1000 جنيه في الشهر بس مكسب. كم واحد يتمنى كده؟ ولو ده حصل هيعمل ايه؟ ان شاء الله نبدا بالحاج خالد، لو ده حصل معاك تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ والله انا كبدايه الحمد لله عندي ارض يعني، ولكن البحر عايز زياده وده امنيه حياتي، يكون عندي ارض فعلا توفير حياه كريمه بدون ان الواحد يمد ايده لحد، يكون حاجه ثابته، دخل ثابت حلال زي ما الاخ احمد قال. كلمه حلال دي دلوقتي بقت صعبه جدا يعني، ربنا يكتبها لنا. لكن الارض فعلا ما فيهاش شبهه حرام، ودي امنيه اي واحد يعني عايز يعيش حلال. لو حتى 10 فدادين 20 فدان زي ما ربنا ييسر له الحال ويبني بيت في وسطيهم ويعيش، فعلا اولاده في المستقبل هيدعوا له بالفعل يعني، هيدعوا له جامد، تبقى صدقه جاريه، خاصه لما يكونوا بيطلعوا الايه الزكاه بتاعتهم هتدوم. لكن لو منعوا الزكاه طبعا مش هتدوم ولا ربنا مش هيبارك، ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. حاج مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شغلي في ارض ان شاء الله عندي امل بالله كبير قوي. من اول ما اتفرجت على القناه يعني وصلت ركعتين استخاره قبل ما اجي لكم، قلت ان شاء الله دي هتبقى فيها خير ليا ولاولادي ان شاء الله.
ان شاء الله تبقى خير يعني مستقبل، وبالذات تبقى فيها صدقه جاريه. ربنا يسهل نعمل اي خير فيها غير الصدقه الجاريه، نبني مسجد، نبني حاجه يعني ان شاء الله تبقى مشروع خير ليا ولعيالي يعيشوا منه ويدعوا لي العمر كله ان شاء الله. يا رب يدعوا لك يا مصطفى. وربنا يتقبلنا كلنا ان شاء الله. يا رب، ربي يدعوا لك. حاج ياسر. انا بس عايز شغل حلال ودخل حلال بس. يا رب يكتبه لك يا رب ان شاء الله. يا رب اجعلنا صادقين ان شاء الله. بفضل الله سبحانه وتعالى لو الناس زرعت الارض والنباتات الطبيه تلاقي اغلبيه علاج الناس في النباتات الطبيعيه، بالذات لما ترشش بمبيدات ويبقى النبات طبيعي كده وزرعه في ارضه قدام عينك، ده بفضل الله يبقى ليه نتائج عاليه جدا جدا. وغير ان هو بيفيد الانسان اقتصاديا وصحيا، حتى الروح نفسها البهجه. لذلك العلماء زمان، علماء الحكماء لما كانوا يعملوا مستشفى فما كانوش يعملوها في اخر البلد من جبلي عشان ريحه البلد ما تطلعش عليها، يجوا في اخر البلد من بحر ويعملوها. بالك بقى لما يبقى واحد قاعد في الزرع، دي بتعمل بهجه زي التلبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان هي بتفيد الروح وتفيد العضله الفؤاد. فالبهجه نفسها بتسعد الانسان لما يبقى بيشم هواء حلو وفي هواء نقي وياكل نباتات طبيعيه، يشعر بالسرور حتى لو هو يعني ما فيش شيء دخل عليه يسره. فالهواء والحياه الطبيعيه بتسر قلبه وبتسر روحه من غير ما يشعر. ربنا يكرمك. الله يبارك فيك. وفي ملحوظه يا استاذ ايهاب بالنسبه للفيوم مثلا. الفيوم وبني سويف من افضل محافظات في زراعه النباتات الطبيه، ولذلك ما تلقاش منتشره الا في الفيوم وبني سويف. السبب المناخ بتاع الفيوم وبني سويف، لا هو حر جامد، الحر جامد جدا بيتعب النبات الطبي، ولا برد جامد برضه البروده بتتعب النبات. فجو الفيوم وبني سويف جو ملائم، يعني جاي في الوسط، لا هو حر جامد مثلا زي اسوان او السودان او كذا، ولا برد زي الايه، زي السواحل. ربنا يجعلنا امه الوسط يا رب. امين يا رب. طب كل اللي عايز اقوله لكم حاجه واحده بس، يا اخوانا، ممكن الحلم يبقى حقيقه لما نقول يا رب. احنا كنا بنحلم في ارض العالمين، وفي رمضان الشيخ حسام قال ان 4000 واحد استلموا الارض، ربنا فرحهم. وفي المنيا 1000 ادانوا اكتر، ربنا فرحهم برضه. ربنا يفرح الناس الطيبين دي يا رب. بس المرات اللي فاتت كانت الارض ابار، المره دي الارض بحاري من النيل. وطبعا شطرنا وتنصحنا بقى وعرفنا يعني ايه ارض تبقى على الاسفلت، ويعني ايه كهرباء، ويعني ايه ميه، خدنا خبره. فعشان كده قلنا على موضوع الوقف اللي هو العشر ده، والناس قبلت. فالحمد لله ربنا يجعل الارض دي خير للدنيا وللاخره. انا طبعا يعني لما باجي اقعد بقول احضر كلام كتير واقول كده وحاجات افكار في دماغي وحاجات جميله، فاجي قبل ما ابدا لا، ما ينفعش تقول كلام غير لما تنفذه. فالحلقه اللي جايه هتشوفوا اللي احنا ما قلناهوش. يا ترى الكلام ده صدق ولا لا؟ يا ترى فعلا مستقبل وعزبه زي ما بيقولوا للناس البسطاء، عزبه الشعب. الحلم ده انا حلمت فيه من حوالي اكتر من حاجه و20 سنه، بس كان حلم. ربنا ان شاء الله يا رب جعله حقيقه، ويجعله حقيقه دايما يا رب. بس امتى؟ لما نقول يا رب. ايه رايكم ندعي ربنا ينجحنا؟ امين ان شاء الله. مين يدعي لنا بقى؟ امين يا رب. ندعي خلق. ماشي. ادعي لنا ربنا يوفق الناس الطيبين دول ويبقوا اصحاب ملك ان شاء الله، وربنا يسعدنا يا رب ويجعلنا صادقين ومخلصين. يا ذا الجلال والاكرام ويا ذا الجود والانعام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وتوفنا مسلمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أجمل ختام الدعاء، أجمل ختام إنك تقول يا رب. ربنا هيسعدك ويسعدنا وربنا يغنينا يا رب. نتفرج الحلقة اللي جاية على رأي الناس اللي خدت الأرض واللي شافت الأرض وتشوفوا بعينيكم. ربنا يجعلنا مصدقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.